بارك لنا في رجب وبلغنا رمضان. يقول الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فوقف أمام الناس قائلا: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم و3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي هو بين جمادى وشعبان. إن الله عز وجل جعل هذه الأشهر جعلها حرما. قال: سميت بالأشهر الحرم لعظم حرماتها عند الله. وقال بعض الصالحين: إن الذنب في الأشهر الحرم هو مضاعف على سائر الأشهر. الذنب في الأشهر الحرم معظمة، الذنب فيه عظيمة، الذنب فيه أعظم من باقي أشهر السنة كلها. إن الزمان قد استدار كهيئته. السنة 12 شهرا منها 4 حرم، ونحن الآن على أبواب شهر رجب الذي سيكون غدا بإذن الله عز وجل. شهر رجب له 12 اسما. من جملة أسماء شهر رجب أنه شهر الله، ومن جملة أسماء شهر رجب أنه سمي رجب والأصم والفرد والأصب لأن الخير يصب فيه صبا. وسمي رجب مضر، كان هناك قبيلة تعظم شهر رجب فسمي رجب ومضر. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وبلغنا رمضان. وفي رواية أخرى: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبارك لنا في رمضان. والرواية الثالثة: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان. شهر رمضان، شهر رجب هو مفتاح الخير، شهر رجب هو مفتاح الخيرات على الأمة الإسلامية. قال الله عز وجل: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. من ارتضى لنفسه أن يخالف سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد ظلم نفسه، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. من ارتضى لنفسه أن يقطع رحمه فقد ارتضى لنفسه الظلم. من ارتضى لنفسه أن يعامل خلق الله عز وجل من غير رحمة فقد ارتضى لنفسه الظلم، وقد ارتضى لنفسه أن يعامله الله عز وجل بسخطه وغضبه. من رحم يرحم، ومن لا يرحم لا رحمة له. من ارتضى لنفسه المعاصي فقد ظلم نفسه. من ارتضى لنفسه أن يقع بالكلام الفاحش فقد ظلم نفسه. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يقول سيدنا علي بن أبي كعب عن سيدنا أنس رضي الله عنه قال: الذنب في الأشهر الحرم مضاعف
فينبغي للإنسان أن يحاسب نفسه وأن لا يحاسب غيره. من حاسب غيره ولم يحاسب نفسه أولا فقد ارتضى لنفسه الظلم. من يدقق على الناس قبل أن يدقق على أولاده وبناته وشبابه فقد ارتضى لنفسه الظلم. يرى ابنته تخرج في الشوارع وهي متبرجة عليها كامل الزينة وهو لا يتكلم معها شيء فقد ارتضى لنفسه الظلم، وسيأتي يوم يحاسب عليه. من ارتضى لنفسه أن يقع في المخالفات وأن يقع في أفعال الحرام، ومن ارتضى لنفسه أن يرتكب بعض الأمور المحرمة وأن يقع في أعراض الناس فقد ارتضى لنفسه الظلم. من ارتضى لنفسه أن يشرب الأشياء المحرمة فقد ارتضى لنفسه الظلم. الآن نسمع الآيات ونسمع الأحاديث التي تحرم الأشياء المحرمة ونقول بأن بعض الأمور فيها خلاف وأن نقول أنها مكروه تحريمي، وعندما يأتي يوم القيامة ماذا ستقول لله عز وجل؟ هل ستدافع عن نفسك أم يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ عندما يقول العلماء أيها الأحبة أن التبرج على النساء حرام وتخرج نساؤنا متبرجات فالذنب يقع عليها وعلينا نحن، لأننا نحن المسؤولون. عندما نفعل ونشرب الأشياء المحرمة، نشرب الدخان أو يشرب بعض الكفرة الفجرة، نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليهم. عندما يشربون بعض المشروبات المحرمة لا يدرون ماذا ستكون العاقبة، لا يدرون ماذا ستكون النهاية. تقول للمدخن أن الدخان حرام وقد نص حرمته وكراهة تحريميته. عندما يقول العلماء فيه كراهة تحريمية أنه كدرجة الحرام، أنه كمرتكب الحرام. يقول لك لا يوفقني الله عز وجل، لم أرى الفتح، لم أرى النصر، لم أرى الرزق، لم أرى الفرج. كيف ترى الفرج والنصر وأنت ترتكب الحرام؟ كيف ترى الفرج والرزق والتيسير وأنت تجلس وتقعد على طاولات الحرام؟ أين سيأتي الفرج؟ إذا كان القلب صحيحا متوجها إلى الله عز وجل نرى بإذن الله عز وجل النصر والفرج والتيسير بإذن الله. شهر رجب قال بعض الصالحين شهر رجب هو شهر الزراعة، وشهر شعبان هو شهر السقاية، وشهر رمضان هو شهر الحصاد. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا للأعمال الصالحة. أيها الأحبة، لم يرد حديثا أو عملا صالحا في رجب، ولكن أفضل الأعمال في شهر رجب هي العمرة. فنسأل الله عز وجل أن يكرمنا سوية وجمعا بحج بيت الله الحرام وزيارة بيت رسول الله وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا توبة نصوحة لا ننقض عهدها أبدا. أقول هذا القول وأستغفر الله.